مرحبا بكم متتبعي قناة المونديال سبورت. في هذا الخبر، أعلنت شركة الموريتانية للطيران عن تنظيم رحلة تشجيعية لصالح المنتخب الوطني المرابطون، وذلك بعد تمكنه من التأهل للدور الثاني من كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023. وأضافت الشركة في إشعار صادر عنها أن ذهاب رحلتها التشجيعية سيكون صباح الاثنين القادم، على أن تكون العودة في 11 ليلا من نفس اليوم. لفتت الشركة إلى أنها أجرت تخفيضا لسعر التذكرة من 315.37 أوقية جديدة إلى 20,000 أوقية جديدة بالنسبة لفئة رجال الأعمال، بينما بلغت تذكرة لدرجة الاقتصادية 10,000 أوقية جديدة بدل 742.25 أوقية جديدة. وأشارت الشركة إلى أن الاتحادية الموريتانية لكرة القدم أعلنت تكفلها بشكل مجاني بنقل مسافري هذه الرحلة ما بين مطار أبيجان والملعب الذي سيحتضن المباراة ذهابا وإيابا، بالإضافة إلى تذاكر دخول الملعب. وعبرت الشركة عن استعدادها التام لتنظيم رحلات تشجيعية إضافية كلما تقدم الفريق الوطني في مشواره ضمن نهائيات كأس إفريقيا للأمم كوت ديفوار 2023. ويلعب المرابطون عصر الاثنين القادم أمام جزر الرأس الأخضر برسم الدور 8 النهائي من نهائيات كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب والمشاركة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مرحبا بكم متتبعي قناة المونديال سبورت. في هذا الخبر، أعلنت شركة الموريتانية للطيران عن تنظيم رحلة تشجيعية لصالح المنتخب الوطني المرابطون، وذلك بعد تمكنه من التأهل للدور الثاني من كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023. وأضافت الشركة في إشعار صادر عنها أن ذهاب رحلتها التشجيعية سيكون صباح الاثنين القادم، على أن تكون العودة في 11 ليلا من نفس اليوم. لفتت الشركة إلى أنها أجرت تخفيضا لسعر التذكرة من 315.37 أوقية جديدة إلى 20,000 أوقية جديدة بالنسبة لفئة رجال الأعمال، بينما بلغت تذكرة لدرجة الاقتصادية 10,000 أوقية جديدة بدل 742.25 أوقية جديدة. وأشارت الشركة إلى أن الاتحادية الموريتانية لكرة القدم أعلنت تكفلها بشكل مجاني بنقل مسافري هذه الرحلة ما بين مطار أبيجان والملعب الذي سيحتضن المباراة ذهابا وإيابا، بالإضافة إلى تذاكر دخول الملعب. وعبرت الشركة عن استعدادها التام لتنظيم رحلات تشجيعية إضافية كلما تقدم الفريق الوطني في مشواره ضمن نهائيات كأس إفريقيا للأمم كوت ديفوار 2023. ويلعب المرابطون عصر الاثنين القادم أمام جزر الرأس الأخضر برسم الدور 8 النهائي من نهائيات كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب والمشاركة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.